السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هعمل فراخ ولوبيا وان شاء الله الطريقه تعجبكم. دي فرخه بيضه كنت جايباها عامله صدرها بانيه مع مكرونه، ودي بقيتها هعملها مع لوبيا. هنا حطيت ميه تغلي. شطفت الفرخه. هنزل بقى مع بصلايه وشويه ملح، اسيبها تغلي على نار عاليه غلوتين 3 كده. بعد كده هدي عليها النار. الطيور او اللحوم لما بتهدي عليها النار في السوا دي بتفرق في الطعم. ولازم اي طيور نجيبها نشيلها في الفريزر نجمدها، لازم ننقعها بميه بليمون وملح ونشطفها شطفه كويسه قبل ما نجمدها. ما ينفعش نعتمد على غسيل الراجل نجيبها مسلوقه على التلاجة على طول. انا كلامي اللي لسه بتتعلم. لا، لازم تغسليها وتنقعيها كويس وتشطفيها شطفه كويسه. بعد كده لما تيجي تطلعيها بقى تسيبيها تفك، يا دوبك تشطفيها بشويه ميه وخلاص. هنا قطعت بصلايه مع شويه زبده. حابه بقى تحطي سمنه او زبده براحتك. والطماطم دي مجمده، حطيتها في ميه كده تاخد غلوه عشان اعرف اضربها في الخلاط. لازم الطماطم المجمده لازم نصفيها عكس الطماطم الفريش. الطماطم الفريش لما تيجي تعمليها في اي خضار ممكن القشره بتاعتها ما بتبانش، لكن المجمده القشره بتاعتها بتبقى باينه. فلازم نصفيها. هنا ما شاء الله بقى البصليه اخدت لون حلو، هنزل بالطماطم. وعامله ربع لوبيا. ما شاء الله الاكل ده بيبقى حلو في الشتاء، اي خضار كده بيدفي بيبقى طعمه حلو. هصفي بقى الطماطم وهحط لها شويه ملح وشويه فلفل اسمر. وهسيبها بقى تتسبك لحد ما اسلق اللوبيا واعمل الرز. هنا بقى بوريكم الفراخ بتتسلق. هنا بقى هعمل رز بشعريه. يا ريت تحطي كميه الشعريه حلوه على قد الرز عكس ما تحطي حبه صغيرين. لو حطيتي حبه صغيرين هتبقى الرز هيبقى فاتح ومش هتبقى باينه، لكن لما تحطي حبه حلوين كده على قد كميه الرز بيبقى لون الرز حلو وطعمه حلو. هنا بقى ما شاء الله اخدت لون حلو كده، هنزل بالرز. ما شاء الله اكلها سهله ما خدتش وقت خالص. هنا بقى نزلت بالرز بقلبه كده وهضيف له ملح وميه. لازم نقلب برضو الرز نشوحه كده شويه، بيبقى ريحته جميله وطعمه حلو. فيديو بسيط بقى، يا رب يعجبكم، واللي ما اشتركش يشترك، وبشكر كل اللي اشترك. يبقى خفيف عليكم كده يا رب ويعجبكم. هنا اللوبيا بقى بتتسلق. هنا بوريكم بقى بعد الرز كده متشمع من الميه حوطي عليه النار، لازم النار تبقى هاديه بقى يستوي براحته. هنا اللوبيا بتستوى. هنا بقى اللوبيا اتسلقت شطفتها وهنزل بقى كده التسبيكه وهزودها شوربه. ما شاء الله كان طعمها حلو. هنا خلاص كان الاكل استوى بقى، حمرت الفراخ واكله بسيطه وما شاء الله كانت لذيذه. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.